السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوه الجول مع يحيى. آه، امبارح كان في مباراتين هامتين في دوري أبطال أوروبا. طبعا احنا بنلعب في دور ال 16. عندنا المباراة الأولى ما بين لايزك الألماني مع نادي المان سيتي، والمباراة الأخرى ما بين الإنتر الإيطالي ونادي بورتو البرتغالي. المباراة الأولى ما بين لايبزيج والمان سيتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. اللقاء كان بيقام في ألمانيا. نادي مان سيتي ابتدى بتشكيل مكون من إيدرسون في حراسة المرمى. خط الظهر مكون من أربعة، وهم ووكر ودياز وأكانجي وآكي. وثلاثة في نص الملعب كان بيلعب برودري وبرناندو سيلفا وجوندوجان، و اتنين تحت رؤوس الحربة، ناحية اليمين رياض محرز وناحية الشمال جريليش. وفي مركز رأس الحربة ايرلينج هالاند. ابتدى اللقاء يعني اللقاء نقدر نقول عليه متوسط المستوى، ولكن اللقاء ابتدى بضغط من نادي المان سيتي حتى احرز هدف عن طريق رياض محرز في الدقيقة 27 من كورة خطفها من الدفاع جريليش، واداها لرياض محرز على حدود منطقة الجزاء اللي اطلق قذيفة على شمال حارس مرمى لايبزيج. وينتهي الشوط الاولاني. زي ما قلت لحضراتكم ما كانش فيه حاجه والمباراه كانت متوسطه المستوى. الشوط الثاني ابتدى بنفس الشكل، ضيع كتير جدا نادي المان سيتي، ولكن قدر في الدقيقه 70 من ضربه ركنيه نادي لايبزيج انه يحرز هدف التعادل. كرة ضربة ركنية من ناحية الشمال، اترفعت، طلع إيدرسون بالغلط، طلع بدماغه جفر ديول فوق الكل وحطها بدماغه زي الفل كده زي ما بنقول، محرزا هدف التعادل لنادي لايبزيج، ولينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1. طبعا هذه المباراة كده بنتيجتها دي بتسهل المهمة طبعا على المان سيتي في لقاء العودة إن شاء الله. المباراة الأخرى ما بين الإنتر وبورتو، واللي انتهت بفوز بشق الأنفس للإنتر في الخمس دقايق الأخيرة بهدف لا شيء. الجول جه في الدقيقة 86 من كرة عرضية متقنة من باريلا، بيطلع لوكاكو ويحطها بدماغه تضرب في القائم الأيمن وترد له تاني يحطها على يمين الحارس، محرزا هدف نادي الإنتر وهدف الفوز في هذا اللقاء. طبعا لقاء العودة هيبقى لقاء صعب جدا في بورتو. بورتو مش سهلة خالص على أرضها. ماتش هيبقى صعب وخصوصا النتيجة 1-0. نتنقل إلى موضوع آخر وهو النادي الإسماعيلي. احنا كنا قلنا امبارح إن أحمد حسام ميدو كان عاوز يقدم استقالته من تدريب النادي الإسماعيلي، وبالفعل النهارده النادي الإسماعيلي أعلن قبول استقالة أحمد حسام ميدو وتقدم للاعتذار ليه، وقالوا انه هو الراجل جه ومسك النادي في فتره صعبه جدا، واللي ينكر كده يبقى جاحد. طبعا الاقاله دي جت بعد تعادل النادي الاسماعيلي على ارض وسط جمهوره 1-1 مع نادي المحل في الجوله 19. طبعا تم تعيين حمزة الجمل خلفا لميدو، ولكن الإعلان الرسمي هيبقى النهاردة الساعة 12 الظهر بتوقيت القاهرة في مؤتمر صحفي.
اخر مره كان تولى فيها كابتن حمزه الجمل الاداره الفنيه للنادي الاسماعيلي كانت في مايو 2022، وامتدت لاغسطس ل 2022. لعب هو مع الاسماعيلي في الفتره ديت. هو تولى على فكره المنصب ده مرتين، لكن احنا بنتكلم على المره الاخيره اللي هي من مايو 22 لاغسطس 22. تولى اداره الاسماعيلي في 16 مباراه، كسب 5 مباريات وخسر 5 مباريات، وتعادل في 6 مباريات. نتنقل إلى موضوع آخر وهو نادي الزمالك. نادي الزمالك أعلن مستشار مرتضى منصور حل مشكلة القيد، وبالفعل تم قيد 3 لاعبين بتوع نادي الزمالك الجداد، وهم إعادة محمود شبانة من الإعارة، والتعاقد مع ناصر منسي وأحمد بلحق. واعلن مستشار مرتضى منصور ان هو قيدهم كمان افريقيا ومحليا. اعلن برضو المستشار مرتضى منصور ان الثلاث لاعبين سافروا مع بعثه نادي الزمالك الى تونس. طبعا احنا عارفين ان في مباراه قادمه ما بين الزمالك والترجي التونسي، او الترجي التونسي والزمالك، هيتلعب في ملعب رادس يوم السبت القادم بمشيئه الله. عندنا 2 لاعبين ما سافروش مع الفرقه، وهم مصطفى الزناري واحمد فتحوح لاسباب فنيه. وبرضو ما سافرش معاهم محمود حمدي الونش، وكان هو عاوز يطلع معاهم، ولكن الجهاز الفني رفض علشان يكمل البرنامج العلاجي بتاعه علشان يبقى جاهز في المباريات القادمه. عندنا طبعا عاوزين نقول ان طبعا نادي الزمالك في مجموعته نادي الترجي بيتصدر المجموعه برصيد 6 نقاط، ونادي الشباب بلوزداد الجزائري في المركز الثاني برصيد 3 نقط، والزمالك في المركز الثالث برصيد نقطه، ونادي المريخ السوداني برصيد نقطه. عندنا قائمة نادي الزمالك اللي سافرت تونس، مكونة من حراس المرمى محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم. خط الدفاع حمزة المسلوسي وعمر جابر ومحمد عبد الغني ومحمود شبانة، وحسام عبد المجيد والناشئ محمد طارق ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة. خط الوسط عندنا محمد أشرف رؤى وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وسيد عبد الله نيمار وسيف جعفر واحمد سيد زيزو وشيكابالا واحمد بالحاج وابراهيم نضيه. في الهجوم عندنا سيف الجزيري وناصر منسي ويوسف اسامه نبيه وسامسون ايكمبول. طبعا المباراه دي مباراه هامه جدا لنادي الزمالك والنادي الترجي. طبعا النادي الترجي لو كسب يبقى حسم بنسبه كبيره جدا بطاقه التاهل من الدور الاول في المجموعات، ونادي الزمالك يهمه جدا ان هو يفوز بهذا اللقاء عشان يبقى 4 نقط ويقرب شويه من نادي الترجي، ويستنى نتيجه نادي المريخ ونادي شباب بلوزداد. طبعا نادي المريخ السوداني بيستضيف نادي شباب بلوزداد في السودان. اللقاء ده هيتلعب غدا ان شاء الله يوم الجمعه. دي كانت اخر حاجه معانا النهارده. نلقاكم في حلقه جديده من جوه الجول مع يحيى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.